السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شهادتي، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها عام 2015. أهلا وسهلا بك شيخنا من جديد. حياك الله بارك الله فيك. شيخنا، توقفنا في الحلقة السابقة حول اتفاقية أوسلو والواقع الجديد من اتفاقيات أوسلو. هنا شيخنا نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول الدور للجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية في رأب الصدع ضمن الواقع الجديد الذي وقع على شعبنا الفلسطيني بعد أن دخلت منظمة التحرير الفلسطينية المتمثلة بفتح، وأيضا كان هنالك حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، والذي وقع هنالك خلاف كبير بينهما. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، ونود أن نسمع من فضيلة الشيخ ما هو الدور الذي قامت به لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية آنذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. أستعين بالله سبحانه وتعالى وأقول سلفا: اللهم يا رب جنب لساني اللغو وجنب قلبي السهو. ثم حول هذا السؤال أقول متوكلا على الله سبحانه وتعالى. دور لجنة المتابعة واللجنة القطرية في تلك الأيام أستطيع أن أقول كان دورا متوازنا وكان دورا إيجابيا. كان دور متوازن لم يمل إلى طرف على حساب طرف آخر في مكونات شعبنا الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان إيجابيا لأنه كان دور يبذل كل ما يملك من أجل الحفاظ على استقرار الحياة في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة. كان دور يحاول ألا تتطور بدايات خلافات إلى ما هو أشد منها، بحيث أن هذا الدور كان يتعب فعلا. كان هناك تعب في ذاك الدور، كان هناك حاجة لزيارة غزة في بعض الأحيان، أو لزيارة رام الله، أو لزيارة بيت لحم، أو لزيارة الخليل، أو لزيارة القدس المباركة. طبعا كل هذه المواقع اجتهدت لجنة المتابعة أن تتواصل معها من أجل الحفاظ على الاستقرار المجتمعي في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني، مع الإدراك سلفا أن هناك تعدديات سياسية، هناك مع من يقف مع أوسلو ومن يقف ضد أوسلو. واضح جدا كان هناك تباينات. نعم، ولكن ما حذرتم به في أول لقاء مع الرئيس ياسر عرفات آنذاك، والذي قمنا ببثه في حلقات سابقة، أن السلطة الفلسطينية ستقوم بالتنكيل بالمعارضة بغض النظر كما كان في الأنظمة العربية، وهذا ما حصل. بدأت الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية، وأنتم في كتاب بيانات للحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا قمتم بإصدار بيان حول ذلك، وكان ربما نقرأ لك بعض من هذا البيان في هذه الاعتقالات الكثيرة. في بيان الذي صدر من الحركة الإسلامية ب21/6 العام 1996 كتبتم كذلك: ليطلق سراح سجناء الحرية والتحرر فورا. قامت السلطة الفلسطينية قبل الانتخابات الإسرائيلية باعتقال المئات من أبناء فلسطين من الحركة الإسلامية لاعتبارات ليست بحاجة إلى تحليل عميق أو بحث دقيق، وما زال أبناء فلسطين الشرفاء يرزحون تحت سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجون السلطة الفلسطينية بالآلاف، وما زال قسم كبير منهم يعانون أشد التعذيب من قوى الأمن الفلسطيني. إن منهم من أصيب بالشلل، ومنهم من أصيب بجراح مختلفة في كافة أنحاء جسده، ومنهم من فقد حواسه نتيجة للتعذيب الوحشي
مما أدى بالأخوة السجناء إلى إعلان الإضراب عن الطعام، وإلى توجيه نداءات استغاثة لبقايا الضمير العالمي والمحلي ولجمعيات حقوق الإنسان ولجميع القيادات العربية والفلسطينية في الداخل، وذلك لإنقاذ كرامة وحرية الإنسان التي تمتهن داخل السجون الإسرائيلية والفلسطينية على سواء. إن الحركة الإسلامية في منطقة 48 ترفع نداءها وصوتها لرئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات وقيادة السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح سجناء الحرية والكرامة من أبناء شعبنا الذين ليس لهم ذنب إلا الدفاع عما بقي من كرامة فلسطين. إن أبناء فلسطين لم ينتظروا المولود ليكون جلادا آخر يجلد ظهور أبناء فلسطين الكادحين. كفى أبناء هذا الشعب ذلك الجلاد الذي مكث على صدورهم ربع قرن من الزمان الأسود والجهنمي، والذي فاقت صدور تعذيبه كل تصور. إلى نهاية هذا البيان. هذا جزء من بيان أصدرتموه في 21/6/96، أي أن يعني نحن الآن 96 شيخنا ونحن بعام 2024 ما زالت ما يطلق عليها يعني خلينا نقول سلطة أوسلو، أو أطلق عليها بعدها سلطة دايتون أو سلطة التنسيق الأمني، تمارس ما تمارسه قبل 30 عام. نعم، دعني أقول كالتالي: هذا البيان كان هو جزء من الجهد الذي قمنا به في حينه طبعا كحركة إسلامية، وكل جهد الحركة الإسلامية كان في حينه هو جهد يصب في اجتهادات لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية بهدف الحفاظ على استقرار مجتمعي في مسيرة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. لا شك نحن ما كان لدينا القدرة على معرفة الغيب، وما كان لدينا القدرة على معرفة ماذا يجري وراء الجدران في السجون، ولكن الذي كان يحدث أن نداءات كانت تصدر من بعض مؤسسات أو من بعض أشخاص حتى في الضفة الغربية أو غزة، أو نداءات كانت تصدر من بعض الشخصيات المحايدة التي لم تكن ذات ميل حزبي فصائلي في الضفة الغربية وغزة، وهي التي كانت عادة تكشف عن هذه الممارسات التي كانت تجري في السجون التي كانت خاضعة للسلطة الفلسطينية. وفي حينه يعني عندما كانت تصدر مثل هذه البيانات من شتى العناوين التي ذكرتها، فعلا اجتهدنا أن يكون لنا هذا الدور. أولا أن نسلط الضوء على مرارة وآلام هذه المعاناة. في نفس الوقت اجتهدنا أن يكون من ضمن بياناتنا التوجه مباشرة إلى الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه، حتى يكون هناك إعادة نظر بكل هذه الإجراءات القمعية التي وصلت إلى حد اعتقال مئات، تعذيب وصل إلى حد انعكاسه على صحة الأسرى إما بشلل أو بعاهات أو بجراح. وهذا الشيء طبعا في حينه كان قد دفع البعض إلى أن يعلن عن إضراب عن الطعام كوسيلة كانت وحيدة بين يديه. نعم، فيما بعد أصدرتم أيضا بيان عن استشهاد محمود جميل، وهو ضمن الاضطرابات التي وحصلت اضطرابات في مدينة نابلس وطول كرم أدت إلى استشهاد إبراهيم حديدي. هنالك أيضا قتلى أو شهداء من قبل السلطة الفلسطينية، في بيان أيضا أصدرتموه في 9/8. يعني ونحن نلفت أيضا انتباه المشاهدين هنا أن هنالك كتاب على إضاءات على بيانات الحركة الإسلامية والذي أصدر عام 2015 تجمع فيه الحركة الإسلامية جميع هذه البيانات منذ تأسيسها حتى حظرها. مرة أخرى أقول
نحن اجتهدنا أن نتفاعل مع ما كان يصدر من نبض الشارع بشكل عام، إن كان في الضفة الغربية أو في غزة في تلك الأيام. يعني أنا أذكر على سبيل المثال بعض الشخصيات الاعتبارية التي كان لها دور ضالع في الإصلاح في الضفة الغربية بناء على النزاعات التي كانت تقع بين الحمائل على صعيد كل الضفة الغربية. يعني أذكر كان لنا لقاء معه، وهو الذي حدث بنفسه، قال: يا عمي أنا دخلت إلى أحد السجون، طبعا اللي كانت تحت السلطة الفلسطينية، قال: وشاهدت مشاهد مؤلمة جدا لبعض الأسرى الذين كانوا في تلك الأيام. فهذا الصنف من الاعتقالات طبعا يبقى صفحة محزنة مؤلمة في مسيرة شعبنا الفلسطيني بشكل عام. نحن اجتهدنا أن نقوم بواجبنا، ألا يكون هناك سكوت عن الكلمة المطلوبة بهدف التأكيد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يسير إلى الأمام، لا يجوز أن يسير إلى الوراء. الشعب الفلسطيني يجب أن يسير إلى الأمام نحو حريته ونحو حق تقرير مصيره، وليس العكس، أن يجد نفسه محاصر بكذا سجن في كذا مدينة من مدن الضفة الغربية أو قطاع غزة. ولذلك بناء عليه فعلا اجتهدنا أن نواكب تلك الأحداث المؤلمة المأساوية التي طرأت على مسيرة المجتمع الفلسطيني. وواضح جدا، يعني ما أستطيع أن أسجل الآن كالتالي: أن مأساوية تلك الأحداث للأسف شهدت نمط من التصاعد، بمعنى اعتقالات، تعذيب، ثم وصل الأمر فعلا إلى أن قتل البعض تحت وطأة التعذيب في تلك السجون. الشيء الثاني اللي أريد أن أشير إليه أن نوعية الاعتقالات بدأت تتسع، بمعنى بدأت الاعتقالات لنوعية خاصة من المجتمع الفلسطيني اللي كانت ذات النمط الإسلامي، ثم بدأت تتسع وبدأت تعتقل كثير من الشخصيات من كافة الفصائل الفلسطينية، حتى من حركة فتح كحركة معروفة مشهورة في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني، إلى جانب الجبهة الشعبية إلى غيرها. فعلا أصبح نمط الاعتقالات يشمل كثير من الفصائل. نعم. وهذا الشيء فعلا اللي يعني دفعنا أن نؤكد أن هناك موقف يمثل خلل في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني، يجب أن نتعاون على تقديم النصيحة الواجبة وتقديم الدور المستطاع، ليس باسم الحركة الإسلامية فقط، وإنما كما قلت من خلال جهود متواصلة للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية. نعم، ولكن لجنة المتابعة أيضا شيخنا سنعرض الآن يعني بإحدى الحوارات في إحدى القضايا أيضا الفلسطينية انعكس هذا الانقسام، حتى من يؤيد أوسلو أو لا من يعارض أوسلو. دعنا نشاهد هذا المشهد من إحدى جلسات لجان المتابعة التي كانت ربما تعالج قضية المبعدين، ونرى الآراء المختلفة أيضا والانقسام السياسي داخل لجنة المتابعة ربما. تمام. المفاوضات، مين قال ان المفاوضات ستنتهي؟ من قال ان المفاوضات ستنتهي بالانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية؟ مين قال؟ حدا سمع انه هيك قلنا؟ حدا سمع منظمة التحرير الفلسطينية قالت انه المفاوضات ستنتهي بالدولة الفلسطينية وبخروج الاحتلال المحتلين؟ حدا قال هيك؟ اما هاي شكل من أشكال العمل السياسي الذي لا بد منه. تقدير منظمة التحرير إنه لا بد منه بكشف أوراق إسرائيل. وأنا أعتقد أن هنالك قد تم إنجاز كبير سياسي
من وراء المفاوضات التي استمرت سنين، على الرغم من أنها انقطعت كما أعلنت الوصول العربي ومنظمة المتحدة. الآن أجي قضية الصحيح ما فيهم جريمة وترانسفير والاقتراحات التي اسمحوا لي أن أكون صريح معكم حتى النهاية. الاتجاه هو أن نقرر إضراب عام على الرسول. أما هل تستطيعون أن تضمنوا النجاح؟ أضع هذا التحدي. أنا أعتقد أن نجاح الإضراب العام هذه المرة أصعب بكثير من الإضرابات العامة. اللي بيحب أن يأخذ موقف الإضراب، الأكثرية تأخذ موقف الإضراب على مسألة. كلنا نعمل من أجله، ولكن يجب التفكير بجد في الصعوبات التي أمامنا في هذا الأمر الأخير. لا، قبل الأخير اسمحوا قبل أحكي مش بيعملوا أنا بدي أسألكم يا إخوان، قضية الاعتراض على المفاوضات. طب مع مين بدها تتفاوض منظمة التحرير؟ ما احنا ميتين، متنا وعشنا. فالطرف الإسرائيلي أقبل الجلوس مع الفلسطينيين. الطرف الإسرائيلي عنده بديل، عنده دولة وعنده حكومة وعنده أمريكا وعنده اللي بده. منظمة التحرير مع مين بدها تجلس إن لم تجلس مع جلادها؟ المؤتمر الأفريقي، شو الشعب الفلسطيني دفع ثمن قد المؤتمر قد أفريقيا الجنوبية، ومع ذلك مع مين بيجلس المؤتمر؟ مع حكومة عمي كامح تجلس مع حكومة ديكلارك وحكومات ما قبل ديكلارك. بدنا نشتغل في السياسة. إذا في ناس بدوا إنه السياسي هي مجرد موقف مبدئي وكفى الله المؤمنين شر القتال، هم الغلطانين ما تتعامل مع الحياة. احنا مش جلسنا مع جلادينا في يوم الارض يا ايش نعمل؟ لحظة الله يرضى عليك. كيف؟ ال 79 ما كانش بديل. اوكي يا اخي، احكي كان بديل. حكومة ربيع نفسها اللي كانت. لا حكومة ربيع نفسها اللي تبع جلاد يوم الارض. يا عمي لا مضبوطة. وكذلك الأمر قبل 20 سنة منظمة التحرير الرابطة كانت ترفض الجلوس مع إسرائيل. تغيرت الأوضاع. في ناس حماس ضد المفاوضات، عمائل ضد المفاوضات، حركة ضد التشتيمي مثل ما بقولوا، موقف شرعي هوكي، أما كمان الموقف اللي بعد المفاوضات هو موقف شرعي ومن حقنا الدفاع عنه. القضية احنا في عنا نصيب من مأساة شعبنا، نصيبنا الارتباط القومي والطمع ولكن ايضا لنا نصيب من وحدة شعبنا. هاي الساحة تبعتنا، هذا الميدان تبعنا. الحديث وحدة فلسطينية ووحدة فلسطينية ومش عارف ايش، احنا اللي هون بدون ان نحدد هذا الشعار في الميدان في الساحة تبعنا كلام فاضي وضريب شفافي. هو نفاق الحديث عن الوحدة الفلسطينية، واحنا هنا
نمسك من هذا القبيل ما نشرت في صوتنا. أنا بعتقد ما قاله عبد الوهاب راشد وما قاله هاشم حميد هو ألين بكثير حتى مما يجب أن يقال. هذا بوصاق، ذلك الاتحاد صحفة الوحدة الوطنية. بوصاق معناها على الاتحاد كان نفايات اللي كان في الاتحاد معناها. إذا بتتحدث عن هذا البوصاق كان هناك نفايات، هناك كان صحف، هناك كان صحف جاب في شعارات، بتدخلنا في الشعارات. الذين أطلقوا مع شخص وجاي شخص أخذت في الناصر أكثر من الفحم، أكثر من الفحم. جماعتنا واضح. سأل هاشم حبيب، جماعتنا الفرقوش. مما جرى بالأوراق اتفقنا إنه هاي الخطة الحركة الإسلامية موقفها هو جزء من موقف حماس، يجب أن نقول فيما يتعلق في شق وحدة الصف. هذا تحريض على الحركة الإسلامية. وصل التحرير القمي واجب بعض أعضاء كنيسة العرب جزء من المؤامرة. ومين هذول هم أعضاء كنيسة العرب اليوم؟ اللي صرح في هذا التصريح اللي بيعتبروا الحركة الإسلامية موقفها جزء من حماس. شكرا على هذا الدليل.
لأي منهم جهل. أعضاء الكنيسة بعض أعضاء الكنيسة العرب جزء من المؤامرة. هؤلاء أعضاء الكنيسة الذين يتصدرون المواقع الوطنية والوطنية. واضح. اسكت يا يوسف. الشيخ رائد مصر لا نتراجع عن كل ما ورد في بيانات الحركة الإسلامية. سكت على لا يتراجع عن هذا الحكي أي ولا كلمة. على ذلك. ايش يعني؟ لا نوصل. لا نوصل الحركة إن شاء الله. هل في حدا محمد الترور موجود خيرات رفع الترور. كيف إن ندير سبيلتنا. طبعا هذا شيخنا جزء بسيط من حوارات لجنة المتابعة، اللجنة لرؤساء السلطات المحلية. كما نرى العديد من الشخصيات التي كانت ترأس السلطات المحلية. يعني هذا المشهد نرى منه أن هنالك خلاف منظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاقية أوسلو، انعكس في اتهامات هنا كما نرى. وأيضا يعني نودنا نسأل السؤال الآخر، هو دور السلطة الفلسطينية فيما بعد في الداخل الفلسطيني، ولكن دعنا نتحدث عن هذا المشهد في البداية. هذا المشهد الذي رأينا هو مشهد طبيعي لسبب، لأنه حتى تلك اللحظات طبعا كانت الحركة الإسلامية في دائرتها الواحدة، لم يكن هناك قد وقع الانشقاق المؤسف. وخلفية النقاش الذي شاهدناه في هذا المقطع كان هناك جلسة عقدت للجنة المتابعة على أثر الإبعاد إلى مرج الظهور، وكان النقاش يدور حول تداعيات الإبعاد. ولذلك في حينه هناك من اقترح أن يكون الإعلان عن إضراب عام على خلفية الإبعاد إلى مرج الظهور. وواضح أنه أبو الأمين رحمة الله عليه يعني كان يتساءل حول الإضراب العام، هل سننجح في هذا الإضراب أم لا؟ طبعا كله مرة أخرى أقول أنا نقاش مشروع. في تلك الأجواء أيضا يعني كان هناك من الواجب بلورة مفاهيم لأنها تساعد على ضبط جلسات المتابعة وضبط مواقفها، وهي كالتالي: أنه إذا كان هناك حديث عن الوحدة المطلوبة في لجنة المتابعة وهذا واجب، إذا كان هناك حديث عن وحدة الصف في لجنة المتابعة. شكيت وحدة الصف لك أبو الأمين شكيت وحدة الصف وقال لك أنت تابع يعني بيحكي الكلمة وهو يعني ناقد نفسه الله يرحمه. إذا كان هناك حديث عن وحدة الصف، ففعلا السؤال اللي سئل في حينه واللي أنا يعني سألته إنه هل وحدة الصف ووحدة المتابعة هل هذا يلغي حقي أنا أن أناقش وأن أعترض على قضايا معينة؟ فعلا هذا السؤال جوهري. يعني اليوم هذا السؤال لا يزال مطروح حتى الآن. نحن نريد أن نحافظ على هاي المفاهيم، ولكن هذا لا يلغي الحق في النقاش، الحق في الاعتراض، الحق في رفض مواقف معينة اللي قد يوافق عليها البعض. يعني ليس سرا أن الكتلة المانعة اللي تمثلت من كل أعضاء الكنيسة العرب في حينه، أبو يسار ودراوشي وأبو الأمين وكل المجموعة رحمة الله على كل أمواتنا، كانت تمثل الكتلة المانعة، كانت مع المفاوضات، كانت مع أوسلو، كانت مع كل الترتيبات هاي المتدرجة النامية في تلك الأيام. طب إحنا كان عندنا موقف واضح إنه إحنا نرفض مثلا قضية أوسلو وتداعياتها. ذكر أبو الأمين إنه أبناء البلد ضد أيضا أوسلو. يعني كان في هناك نقاش. هسا اللي كان يعني يكون هو
سبب لاستثارة الأجواء أنه لماذا يتهم الذي يعارض أوسلو بتهم اللي هي شق وحدة الصف والتآمر على الوحدة الوطنية. لماذا؟ طب له حق أن يقول لا، غيره له حق أن يقول نعم. طب معال هذا له حق أن يقول نعم، طب إذا ليكن صاحب قول لا أيضا له الحق أن يقول لا. هون كان يجري النقاش إنه لماذا يجب أن أسكت عن رأيي حتى يقال عني أنا أحافظ على وحدة الصف. طب لماذا؟ طب إلي رأيي، إلي قناعاتي، لماذا يجب أن أكره على مفاهيم سياسية حتى يقال أحافظ على وحدة الصف؟ فعلا هذا كان نقاش مبدئي. وعلى فكرة بظل السؤال مطروح أمامنا وفي المستقبل واليوم وبعد غدا، لاحظ هذا يعني السؤال يبقى مطروح. لذلك يعني احتد النقاش بيننا وبين أبو الأمين رحمة الله عليه، وتدخلت يعني شخصيات كثيرة، قسم كبير منهم الآن في ذمة الله يعني أنت سبحانه وتعالى. كنت شيخ أنت يعني معصب ومسكت أخرى الشيخ جمعة، حطيت إيدك على ذمة الشيخ جمعة في هذا الحوار اللي يعني اللي كان حامل وطيس. هو على فكرة يعني هنا دعني أقول في نقطة إيجابية كانت كانت صفة عامة للجميع حقيقة. يعني يا ريت إن احنا نحسن إنه يعني نجددها في هاي الأيام. إيش الصفة الإيجابية اللي كانت صفة تمثل الجميع؟ إنه مهما كان يحتد النقاش بيننا فعلا، وقد كانت ترتفع الأصوات ولعله كانت تستعمل كلمات صعبة مرفوضة طبعا، مثل قضية التآمر وقضية شق وحدة الصف، ومثل محاولات يعني قول كلمات اللي كانت مردودها مردود صعب جدا. إجراءات قانونية احتمال يكون قد تطال الإنسان بسببها إجراءات قانونية لا يدري أحد إلى أي مدى ستصل به هذه الإجراءات القانونية. مثلا قول أبو الأمين في حين رحمة الله عليه أن موقف الحركة الإسلامية هو جزء من موقف حماس، وقال هكذا علانية في اجتماع اللي كان يحضره وسائل إعلام كثيرة. فهي أجواء اللي بدي أقوله مع كل النقاشات اللي كانت تصير بيننا، الصفة اللي كانت فعلا يعني عند الجميع إنه ما كان فينا أحد يسمح إنه يصل النقاش والتباينات وارتفاع الأصوات إلى حد لا سمح الله كسر جسم اسمه لجنة المتابعة، أو عملية وضع عراقيل في مسيرة وطريق لجنة المتابعة. لا، كان الجميع يتحدث، يناقش، يرتفع صوته، نعم. يتلفظ بألفاظ قد تكون قاسية، ولكن مع ضرورة الحفاظ على دور لجنة المتابعة. هون اسمح لي أقول هون شيء مهم، يعني أنا ألفت انتباه الجميع الذي سيشاهد هذه الحلقة الحضور الكبير للجنة المتابعة في تلك الأيام. يعني كانت قاعة، يعني أنا لا أبالغ إذا قلت كان في القاعة أكثر من 50 واحد. هذا الشيخ اللي أنا يعني بقودنا للسؤال الثاني، شو اللي تغير اليوم على لجنة المتابعة ورؤساء اللجان القطرية؟ يعني كما نرى كلكم رؤساء سلطات محلية يعني 30 عام، يعني القضايا اللي انتم هنا بتتناقشوا فيها، بتتحاوروا فيها، بتزعلوا من بعض فيها، كلها هي بتخدم في مصلحة القضية الفلسطينية. شو اللي تغير اليوم على رؤساء السلطات المحلية بالذات؟ خلينا نتخرف يعني بوضوح، نتحدث بوضوح عن موضوع انهم الان يعني بالكاد لا يجتمعون على القضايا كما كنتم تجتمعون على هذه القضايا بشعبنا الفلسطيني وغيرها. ما الذي تغير هنا؟ هو بشكل واضح استطيع ان اقولها ان تلك الايام اللي كان هناك شبه تلاحم يعني بين لجنة المتابعة ولجنة القطرية، حتى كان من الصعب انك تفصل بينهما، من الصعب. يعني عندما كان يقال لجنة المتابعة فعلا كانت تعني اللجنة القطرية، والعكس عندما كان يقال لجنة القطرية كانت فعلا تعني لجنة المتابعة. لذلك الحضور في هذا المشهد كما هو واضح من قيادات سياسية
بغض النظر هل هو من أعضاء كنيسة أو من رؤساء أحزاب، إلى جانب رؤساء اللي هم يمثلوا اللجنة القطرية اللي كانوا تلقائيا جزء في لجنة المتابعة. هكذا كانت هذه التركيبة الواسعة الكبيرة. اللي بدي أقوله جوابا على سؤالك، في حينه فعلا كان هناك اعتبار نوعي، اعتبار أساسي في مسيرة الرؤساء السلطات المحلية العربية للمواقف السياسية. ولذلك هذا الشيء لما كان في تلك الأيام ما كان يعني يفقد الرؤساء عملية تحييد المطلب السياسي على حساب المطالب اليومية اللي هي تتعلق بميزانيات وما يتفرع عنها من دور محلي لكل سلطة محلية عربية. يعني ما كان هذا الشيء كأنه مفهومه أنه هناك صدام بين المطلبين، بين الشيء السياسي وبين المطلب اليومي. لا، يعني في حينه فعلا بحق لجنة المتابعة نجحت أن تعطي هذا حقه وأن تعطي هذا حقه. يعني في النقاش اللي رأيناه الآن كان هناك سؤال بين الجميع: هل يعلن إضراب عام على خلفية الإبعاد أم لا؟ هذا واضح موقف سياسي. ولكن أيضا في بعض الأحيان كان يثور نقاش: هل نعلن إضراب عام على خلفية حقنا في ميزانيات، حقنا في التصدي لمصادرة الأراضي، لهدم البيوت إلى آخره. فكان هناك عملية التكامل فعلا بشكل مؤثر قوي جاد بكل معنى الكلمة في هذول القضيتين، السياسي والمطلبي اليومي. أنا بشكل أخوي بقولها بشكل صريح، هذا فقد هذا التوازن في هاي الأيام. شو الأسباب هنا؟ شو الأسباب اللي خلى فقد؟ هل هي المؤسسة الإسرائيلية؟ هل مثلا عدم الانتماءات الحزبية لرؤساء السلطات المحلية؟ أغلبهم كانوا يعني لهم انتماءات حزبية، أو بعض حتى الانتماءات العائلية اللي كانت يعني تمجد القضية الفلسطينية. شو اللي تغير هنا شيخنا اللي خلى اليوم رؤساء السلطات المحلية في أي حتى ربما بعض المظاهرات اللي هي داعمة لشعبنا الفلسطيني ما يشاركوا فيها، ضمن أنه احتمال السيف المسلط على رقابهم في موضوع الميزانيات وغيرها؟ هناك أكثر من عامل، هناك أكثر من عامل كلها اجتمعت وأدت إلى اختلال هذا التوازن الذي كان محافظ عليه في التسعينات. يعني ما ذكرت أنت هاي العناوين الكثيرة اللي في سؤالك يجب ألا نستهين بها، كلها إلها دور. يعني إذا أنا بدي أستطيع أن أعطي جواب من عندي، أنا أستطيع أن أقول كالتالي: في هناك من قام بالترويج لفك الارتباط ما بين واقعنا في الداخل وما بين مسيرة شعبنا الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومطلب الحق العادل هذا الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، كل هذه الأصول التي لا تموت مع تقادم الأيام. هناك من بدأ يروج في هذه السنوات الماضية اللي مرت علينا لقضية فك الارتباط ما بين هاي القضية وهاي القضية، كأن هناك الهم الجماعي يجب أن يكون هو تحصيل الحقوق لمجتمعنا في الداخل بكل معنى كلمة الحقوق اليومية التي تتعلق في شؤون حياتنا وفي مسيرة مجتمعنا وفي أمن مجتمعنا إلى آخره. لا شك هذا الخطاب انعكس على مسيرة اللجنة القطرية، على نهج تفكيرها، على نهج مواقفها ونشاطها ودورها، ما في شك انعكس على ذلك. هسا الشيء الثاني، ما في شك أن قضية الضغط السلطوي بشكل واضح بناء على قاعدة أنه هناك إمكانية أن يكون التعامل بشكل أوسع مع فلان وبشكل أضيق مع فلان
بناء على مواقف سياسية. أيضا هذا حاولت أن تروج المؤسسة الرسمية في تعاملها مع سلطاتنا المحلية العربية المختلفة. ولا شك هذا أثر على نهج بعض الشخصيات في اللي تقوم بدور رؤساء سلطات محلية، طبعا إلى جانب، ودعني أكون يعني بشكل صريح أكثر، إلى جانب أن الفهم السياسي وصناعة التفكير المجتمعي السياسي هذا ضعف بشكل عام. شو السبب اللي ضعف هنا الفهم السياسي شيخ يعني اليوم؟ أنا أقول لك شو السبب. أحد الأسباب التي أظنها هي كالتالي: إذا احنا من الآن نراجع واقع مجتمعنا الآن ونحن في الثلث الأخير من عام 2024، أنا أستطيع أن أقولها طبعا بألم، متأسف جدا يعني إذا كنت أتحدث بصراحة الآن، ولكن مع كل أسف يعني أن أقولها في مرارة. واقعنا الاجتماعي يشير إلى ما يلي. العنوان العام اللي يعني يمثل كثير من حالة مجتمعنا في الداخل، لا أقول الكل لأنه لا يمكن أن أعمم في يوم من الأيام، ولكن حالة فيها انتشار واسع تقول أن الكثير منا الآن يغلب عليه البحث عن الخلاص الفردي وليس الخلاص الجماعي. يعني بمعنى همه أنا كفرد وليس نحن كمجتمع. هاي أثرت لا شك على تضعضع المفاهيم السياسية الجماعية الجمعية اللي يجب أن تجمع بيننا. هذا ينعكس نحن كبلد، نحن كمجلس، نحن كبلدية أيضا. طبعا نحن كمجتمع في الداخل، نحن كنشاطات ستصدر عن لجنة المتابعة، نحن كنشاطات اللي ستهتم بقضايا مثلا إسناد القدس والمسجد الأقصى، إسناد النقب، إسناد الأرض، إسناد الوقوف في وجه سياسة هدم البيوت. لا شك هذا الشيء سينعكس، ولذلك يعني أقولها أيضا بشكل أصرح. قبل أيام كانت مظاهرة في مدينة أم الفحم، ولعلها آخر مظاهرة يعني من ناحية التسلسل الزمني، قصدي آخر مظاهرة من ناحية التسلسل الزمني اللي قامت بها لجنة المتابعة. المظاهرة يعني في حساباتنا النسبية، مرة أخرى أقول أنا أدقق في هذا التعبير، في حساباتنا النسبية الآن المظاهرة تعتبر ناجحة، مع أنه هي لم تتعدى 1000 وقليل عدد الحضور في تلك المظاهرة اللي كانت في أم الفحم. ولكن لو بدنا نقارن ما بين هاي المظاهرة وما بين تلك الأيام الخوالي في التسعينات، هاي ممكن نسميها تظاهرة مش مظاهرة، على اعتبار أنه في تلك الأيام الخوالي في التسعينات كانت تجرف الآلاف المؤلفة الذين يسيرون في مظاهرات لجنة المتابعة ونشاطاتها ومظاهرات اللجنة القطرية وخيام اعتصامها وما نتج عن خيام اعتصامها من نشاطات تكاد أن تكون في تلك الأيام شبه يومية، كان كل يوم نشاط. مرة أخرى أقول هذا الموضوع يعني هناك من يعني اندفع نحو الخلاص الفردي على حساب الخلاص الجماعي المجتمعي الجمعي في مسيرتنا. هذا انعكس في ضعضعة وضعف الدور العام السياسي وتأثير المفاهيم السياسية في حياتنا زائد. ولعل هذا أيضا أثر مما قلته اللي هو تقديم الخلاص الفردي على الخلاص الجماعي. ما في شك نحن لدينا الآن نوع من ضعف الانتماء، في عندنا ضعف انتماء، في عندنا ضعف انتماء في سلوكنا بشكل عام في الداخل، في مسيرة حياتنا، في هون ضعف انتماء. إلى جانب ذلك ما في شك إنه في هناك ضعف بالتمسك بقيمنا وضعف بالتمسك بثوابتنا.
إلى حد أنه صار في عنا هين جدا أنه نبدأ يوم بعد يوم أن تضعف العلاقة بيننا وبين لغتنا العربية. نعم. هذا شيء مؤلم ومؤسف. نعم. طبعا هاي حالات كلها نعم. اجتمعت مع بعض. ولكن شيخنا أيضا يعني هنالك الكثير من يعني من الباحثين الذين يقولون أيضا أن حظر الحركة الإسلامية، والذي ربما نحن بعد أشهر عديدة 10 سنوات كان لها الأثر الكبير في المواضيع، يعني موضوع الانتماء وما ذكرت العمل الجماعي، حظر الحركة الإسلامية أثر أيضا بشكل كبير في مسيرة العملية السياسية في الداخل الفلسطيني. وذلك كان الحركة الإسلامية قبل حظرها بأشهر قليلة كانت لها مظاهرات كبيرة جدا تجوب مدينة الناصري أو طمرة أو أي بلد عربي في أي قضايا من قضايا شعبنا، حتى في القضايا العالمية. حظر الحركة الإسلامية يقال أيضا أدى إلى هذا الترهل السياسي بعد إقامة القائمة المشتركة والتي ذهبت للتوصية على غانتس وغيره، جعل هذا الفراغ الكبير والمطالب الوطنية وكما ذكرت فك الارتباط يعني يضعف مجتمعنا الفلسطيني بما ذكرته قبل قليل. ولكن يعني بعد 10 سنوات هل لا يوجد جسم سياسي من أبناء هذا المشروع الإسلامي يقوم بهذه القوة لملء هذا الفراغ الذي بدأ الآن يترهل على جميع الأحزاب؟ الحركة الإسلامية يعني بقراءات عديدة وأنا باحث في الحركة الإسلامية كانت هي الجسم الأقوى في داخل المتابعة، حتى البعض يعني أعطاها نسبة كبيرة جدا أنها أي نشاط سياسي أو أي نشاط وطني كانت تكون فيها الحركة الإسلامية يكون ناجح وله جماهير كثيرة. سؤالي هنا، أما آن الأوان أن يكون جسم سياسي من أبناء المشروع الإسلامي قوي يحضر في الساحة الفلسطينية الآن في الداخل الفلسطيني في هذا الترهل الكبير في مجتمعنا؟ يعني دعني أقول قد يكون الجواب محرج بالنسبة لي أنا، لأني أنا كنت من الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا في هذه الأيام، خصوصا أني كنت إلى الأيام الأخيرة ما قبل حظرها كنت رئيس تلك الحركة التي أصبحت محظورة الآن ما عاد وجود لها كتنظيم وكلجان ومؤسسات ورئاسي وأعضاء. هذا كله انتهى مع حظر الحركة الإسلامية في أواخر عام 2015. ولكن يعني مع الحرج اللي علي أنا بدي أجتهد أقول كالتالي: ما في شك الحركة الإسلامية مثلت مفهوم أنه أنا أستطيع أن أخدم شعبي أعلى خدمة وبامتياز وفق الأسلوب الشعبي وفق العمل الجماهيري، وليس شرطا أن يكون دوري مربوط مثلا بالتمثيل في الكنيست. الحركة الإسلامية مثلت هذا النموذج ونموذج ناجح جدا، كان متفوق. يعني سامحني بهالكلمة هاي وأنا بطلب من الجميع يسامحوني، فعلا كان نموذج متفوق. معلش أنا يعني ما ظل عندي شيء يعني الآن أقول بدي هذا أوقف عنده بديش أوقف عنده. أما بدي أقول كالتالي: في حينه كان كل عام يصير في نوع من الاستطلاع الشعبي، كل عام كان يصير استطلاع شعبي حول أسئلة هامة، مثلا من هي الشخصيات ذات أقوى تأثير في مسيرة مجتمعنا في الداخل. وكانت مثلا صحيفة بانوراما، كانت صحيفة كل العرب، ولعله غيرها من الصحف الثانية، كانت هي بنفسها تقوم في تلك الاستطلاعات وتنشر النتائج. وما كانت النتائج سر، كانت تنشر للجميع. ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج تؤكد أنه شخصيات من الحركة الإسلامية اللي مرة أخرى أقول محظورة إسرائيليا كانت دائما هي تحظى بأعلى نسبة في مسيرة مجتمعنا ذات الدور المؤثر في مسيرة مجتمعنا في تلك الأيام. أيضا في المفهوم الكلي، يعني كجسم سياسي
من كان يحظى بوجود أقوى دور له في مسيرة مجتمعنا بناء على تلك الاستطلاعات. أيضا كان هناك واضح بالأجوبة والنسب المئوية، كانت الحركة الإسلامية اللي هي محظورة إسرائيليا كانت في حينه تحظى بنسبة محترمة جدا. لا يعني أخرى مرة أقول لا أريد أن أزايد، كانت تحظى بنسبة محترمة جدا، لعلها كانت الأولى في تلك الأيام. وكان هناك يعني تطرح أسئلة أخرى إلى جانب تلك الأسئلة، كلها كانت تشير إلى وضع الثقة بشكل نسبي مئوي عالي جدا، إما بالحركة الإسلامية في حينه أو بقيادات منها، إن كان السؤال سؤال شخصي. لماذا؟ أنا مرة أخرى أقول لعل هناك تحليلات كثيرة في هذا الموضوع. أنا شخصيا بقول إنه في حينه الحركة اللي أصبحت محظورة إسرائيليا مثلت دور لجهد جماعي شعبي مؤسساتي عامل جاد ملتصق مع الجماهير، مع آلام الجماهير، مع همومها، مع طموحها، ونجحت أن تخدم هاي الجماهير بشبكة مؤسسات زادت على 30 مؤسسة. نعم. إما أقامتها الحركة الإسلامية نفسها في حينه قبل حظرها، أو قامت في دائرة حاضنتها الشعبية. الآن كان هناك سعي لإلغاء هذا النموذج، وفعلا تم إلغاء هذا النموذج، وواضح جدا أسلوب الإلغاء كان هو الحظر. نعم. هسه لاحظ، نعم. أسلوب الإلغاء كان الحظر، ما في شك. هنا نتحدث شيخنا عن حظر قوانين الانتداب البريطاني، يعني ما هي طبيعي. قوانين إسرائيلية، ما لا يعني طبعاً. قوانين عام 1945 حتى يعلم المشاهد. قوانين طوارئ اللي في حينه صدر قرار عن الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية. لماذا؟ ما الأسباب؟ وما إلى ذلك ما في جواب. خلص قرار فرض بقوة قاهرة سياسية متسلطة، لا يعني لا ما كان لها هناك ضرورة أن تبرر موقفها. وقع هذا الحظر على الحركة الإسلامية في حينه. الآن ترك هذا الشيء 10 فراغ. سنوات شيخنا فراغ لم يملأ أي أحد هذا الفراغ السياسي الكبير للحركة الإسلامية. هنالك فراغ سياسي يعني معروف كبير، ربما بعض الناشطين أو بعض من كانت في القيادات تتحدث في موسم الانتخابات، ولكن لا يوجد هنالك مشروع يعني سياسي الآن في الداخل الفلسطيني، ربما من البعض حول المشروع الذي يعني يمكن أن يجعل هذا التوازن السياسي. لا يوجد حتى هذه اللحظة، لم يملأ أحد هذا الفراغ السياسي. أنا نعم أقول نعم، أحدث حظر الحركة الإسلامية في حينه فراغ كبير، لم يملأ أحد هذا الفراغ حتى الآن. وواضح جدا أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية لديها هاجس دائم يحاول أن يطارد أي نشاط اللي هو يريد أن يخدم مجتمعنا. أي نشاط لديها هاجس بسببه تطارد هذا النشاط، ويكون التحريض عليه إلى حد أنه قد يبحث هذا النشاط في بعض الجلسات اللي في الكنيست، وقد يبحث في هذه الجلسات إمكانية إخراج هذا النشاط وحظره وما إلى ذلك. يعني أعطي مثال على ذلك، لجان إفشاء السلام. لجان إفشاء السلام كما هو معروف منبثقة عن لجنة المتابعة كأحد لجان المتابعة اللي هن أكثر من 10 لجان. جيد، أنا رئيس لجان إفشاء السلام. من الذي أعطاني هذه التغطية والتعيين؟ لجنة المتابعة. بمعنى أنا اليوم رئيس لجان إفشاء السلام، الآن قد تقرر لجنة المتابعة قرار آخر وتعين رئيس آخر على لجان إفشاء السلام. أنا لا اعتراض علي، أنا هذا ليس هي الرئاسة ليست ملك شخصي عندي، هي ليست بالوراثة
حتى أقول لا أنا الوحيد وفقط أنا، لا طبعا لا، قد تختار رئيس آخر على رأسي وعيني، سيكون هو الرئيس أكيد إذا اختارت لجنة المتابعة رئيس آخر جيد. نشاطها تحت سقف لجنة المتابعة، نشاطها مكشوف، العلم. يهدف إلى شيء واحد اللي هو مناهضة العنف، عملية الاجتهاد بالقدر المستطاع لترسيخ مفاهيم إفشاء السلام، السلم الأهلي، العودة إلى القيم، العودة إلى الأصالة، العودة إلى حب الصلح، العودة إلى لغة التصالح وما شاء الله والتفاهم والحوار الطيب إلى آخره. طيب ما العيب في كل ذلك يا جماعة الخير؟ إيش العيب في كل ذلك؟ وين العيب في، مشان الله قولوا لي وين العيب في كل ذلك؟ ومع ذلك هذا يلقى التحريض الآن ولا يزال هذا التحريض متواصل. نعم شيخنا، يعني ربما يعني سنتحدث في حلقات قادمة عن المكتب السياسي للحركة الإسلامية التي حضرتها إسرائيل وكيف تشكل المكتب السياسي وإنجازات المكتب السياسي، ولكن نبقى هنا أيضا في الموضوع السياسي وفي موضوع السلطة الفلسطينية. نحن هنا رأينا هذا المشهد في موضوع انقسام الآراء حول السلطة الفلسطينية وغيرها، ولكن شيخنا يعني البعض يتحدث أن السلطة الفلسطينية ما زالت إلى يومنا هذا أيضا تتدخل بشؤون الداخل الفلسطيني، وكان ذاك يعني في الانتخابات حول الكنيست. يعني ما هو دور السلطة الفلسطينية؟ يعني أن تدعم مثلا أعضاء كنيست عرب، أن تدعم ميزانيات لأعضاء كنيست عرب، أن تدعم التصويت والدخول حتى في ائتلاف لحكومة إسرائيلية. نعم، بس قبل هذا السؤال لحقيقة لله ثم للتاريخ، لله ثم للتاريخ يجب أن أؤكد شيء. لجنة المتابعة هذا مشهد رأيناه، على فكرة هذا مشهد إيجابي، لا أعتبره سوى ذلك، مشهد إيجابي بكل معنى الكلمة. لجنة تحترم نفسها، تفتح مجال للنقاش بين أعضائها، مع ضد نعم لا كله موجود جيد. مع ذلك هذا المشهد الذي رأيناه لم يلغي قيام لجنة المتابعة بالدور الجماعي المطلوب منها للحفاظ على استقرار الحياة المجتمعية في مسيرة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا بدك أذكر لك مشاهد اللي نعم سنتحدث لم يسجلها التاريخ. نعم. لا، باسم لجنة المتابعة. نعم. لم يسجلها التاريخ، وأنا متأسف جدا ما استطعت أن أتطرق لها بالتفصيل كلها في كتابي إضاءات على ميلاد الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ما تطرقت له كلياته. بس أنا بقول سلفا هناك قائمة طويلة قام بها رئيس لجنة المتابعة بدعم طبعا من أعضاء لجنة المتابعة وكانوا معاه في صف واحد، اللي هو عمي أبو حاتم، أخونا أبو فيصل، أيضا أخونا شوقي اللي كان رئيس مجلس يافت الناصري ورئيس المتابعة. جيد، أبو منهل، كلهم قاموا في هذا الدور. وأنا بقول لك في أمامي قائمة طويلة قامت بها لجنة المتابعة في حينه مرة أخرى بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي في مسيرة شعبنا الفلسطيني. كعناوين سامحني يستوقفني مثلا دورها بعد أحداث مسجد القسام في غزة اللي بناء عليها أطلق الرصاص على بعض المصلين عندما خرجوا من المسجد، وكان هناك ضحايا، كان هناك عدد، وأوشكت غزة أن تدخل في مرحلة احتراب داخلي. كان دور للجنة المتابعة ما قبل بداية السلطة الفلسطينية غزة أريحة وكل المصطلحات اللي كانت تنمو مع الأيام. ما قبلها كان هناك خلافات متوترة إما بين الفصائل الفلسطينية في غزة مثلا، كان دور للجنة المتابعة دور مثابر متواصل بلا توقف. أبعد من ذلك كان هناك قد يكون خلاف بين حمائل كبيرة في غزة بعيدا عن الفصائل. أيضا كان هناك دور للجنة المتابعة في تلك الأيام اللي شهدت تلك التوترات الحمائلية
اللي قامت فيها لجنة المتابعة. طبعا جاءت السلطة وجاءت هناك بعض الأحداث اللي حدثت بعد السلطة الفلسطينية، واللي كما قلت في البعض منها كان مؤلم، كان مؤسف جدا، سيبقى نقطة اللي هي تؤلم الجميع في تاريخ شعبنا الفلسطيني. لجنة المتابعة ما توقفت. يعني أنا أذكر مثلا كان لنا زيارة للجنة الحريات، نعم في حينه طبعا بدعم من لجنة المتابعة، كان لنا زيارة لجنة الحريات لما كنت أنا رئيسها في حينه إلى بيت لحم. كان لنا زيارة إلى الخليل. الهدف كان هناك الحديث عن وضع السجون ووضع الأسرى، والأسرى اللي في حينه كان قد أعلن أنهم أعلنوا إضراب عن الطعام وكان يتهدد حياتهم الموت في تلك الأيام. أذكر تماما كان لنا لقاءات مع قيادات كبيرة من السلطة الفلسطينية بيت لحم الخليل، وكان لنا رسالتنا اللي هي تعالوا يا جماعة حتى إيش؟ حتى يتسع البعض للآخر في الاختلافات السياسية. أنا أذكر مثال آخر، وهذا أنا نسيت أن أكتبه في كتابي إضاءات على ميلاد الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، اللي هو كان عبارة عن مبادرة مشتركة كانت بيني وبين واصل طه، اللي كان طبعا أبو عمار واصل رئيس طه، مجلس كفر كان كنا رئيس وعضو كنيسة. كنيسة. أنا أذكر في يوم من الأيام عرض علي وقال لي أنت ترى الأوضاع السياسية والاعتقالات هنا وهناك في الضفة وقطاع غزة، وعلى فكرة كانت مبادرته بعد وقوع الانقسام ما بين الضفة وقطاع غزة كما حدث في تلك الأيام. وقال لي تعال أنا وياك نصدر مبادرة تدعو الأطراف كلها إلى العمل على تبييض السجون الفلسطينية من أي أسرى سياسيين. قلت له على راسي وعيني أنا جاهز. وفعلا أصدرت أنا وياه مبادرة مشتركة أصدرناها، نشرت في الإعلام، تدعو إلى احترام الرأي والرأي الآخر، لا حاجة للإكراه في السياسة. إذا هو المبدأ تبعنا لا إكراه في الدين، إذا بده يصير إكراه في السياسة، إذا فيش إكراه في الدين ليش بده يصير إكراه في السياسة؟ لماذا لغة السجون إذن؟ ففي حينه كانت تلك المبادرة بين المشتركة مع واصل طه جزاه الله خير أبو عمار، وفي حينه شو كانت آثارها؟ طبعا أنا لا أذكر تماما بالتفصيل الدقيق، ولكن في حينه أنا أذكر أنه كان هناك استجابة لتلك المبادرة اللي أطلقتها أنا وأبو عمار رحمة الله عليه واصل طه. جيد. الآن يعني نقطة أخرى اللي أنا لا أنساها، وهاي برضو نسيت أن أكتبها. أنا أذكر مرة من المرات كان في هناك وفد كبير جدا من كل لجنة المتابعة، أيضا كان لقاء مع رئيس الحكومة الفلسطينية في حينه، إذا بتذكر كان مين؟ كان سلام فياض. أنا أذكر تماما جلسنا معه في مبنى من مباني الرسمية للسلطة الفلسطينية في رام الله، أذكر تماما، وكان عدد ما شاء الله من أعضاء لجنة المتابعة أيضا كان حول موضوع كيف نصبو إلى الاستقرار الفلسطيني في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني. شو بدي أقول؟ عناوين كثيرة، أنا يعني كل ما بذكر لك عنوان يتجدد في ذهني عناوين أخرى. يعني أنا أذكر تماما مرة كنا ذهب وفد كبير، لعلنا كنا أكثر من 30 واحد لا أبالغ، وكان لنا لقاء، وكان في حينه رئيس لجنة المتابعة أبو منهل أخونا شوقي بارك الله فيه، وكان لقاء مباشرة مع أبو مازن في المقاطعة. أيضا كان هدفه كيف نحفظ الاستقرار في مسيرة مجتمع الفلسطيني. اللي بدي أقوله نقطة يجب أن تسجل لله ثم للتاريخ، يجب أن تستفيد منها الأجيال المعاصرة والقادمة. مع كل الخلاف اللي كان يحدث في لجنة المتابعة، مع ارتفاع الأصوات بيني وبين أبو الأمين رحمة الله عليه، أو بيني وبين غيري أو غيري وغيري إلى آخره، مع كل الأصوات اللي كانت ترتفع، ما سمح أي واحد فينا لإيصال لجنة المتابعة إلى مرحلة إحداث
وهن فيها حاشا لله، أو إحداث شلل فيها حاشا لله، أو خرقها. بالعكس، الكل حرص أن يحافظ عليها وعلى دورها. ولذلك كانت تلك النشاطات الكثيرة والله بدها كتاب كل تلك النشاطات اللي قامت بها لجنة المتابعة. شيخنا، سنتحدث في الحلقة القادمة أيضا على السؤال الذي ربما سنبدأ انتهى به. الوقت فيه عن السلطة الفلسطينية في الحلقة القادمة. الآن نشكرك على هذه الشهادة التاريخية المهمة. أعزائي المشاهدين، على أن نلتقي في حلقة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.